الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأحسن إلينا فأجمل واصطفى لنا خير خلقه فأرسل فأخرجنا به من دياجير الغواية إلى نور الهداية ومن ظلمات العصيان إلى نور الطاعة والإحسان، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، في يوم من الأيام التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجيشه مع المشركين فاقتتلوا قتالا عظيما. لما انتهى ذلك اليوم ومرحلة من مراحل الحرب انتهت، وبقي بعض المراحل في الغد وما بعده، وهكذا مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال رجل من المسلمين لما ارتاحوا بعد ما انتهى ذلك اليوم، قال عن هذا المقاتل الذي ذكرناه في جيش المسلمين، قال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: إن كان فلان من أهل النار فمن منا من أهل الجنة؟ هو عمله على العمل الظاهري، قال فلان لشاد حيلة في الحرب بهذه الطريقة، إن كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل الجنة. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا صاحبه سوف ألزمه حتى آتي بالخبر، يعني أنا سوف ألزمه حتى أنظر فيما يصير أمره. ولماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فخرج ذلك الرجل مع ذلك المقصود، كلما وقف معه، إذا مشى معه، إذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل المقصود رجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذباب السيف بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، نسأل الله العافية. والانتحار موجب للنار. فخرج الرجل الذي لازمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ يقول: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيت ذلك الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه فجرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم أطلقها رهيبة مهيبة: وإنما الأعمال بالخواتيم. ولما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، خافوا وفزعوا وبدأوا يتحدثون في هذا الشأن. هذه أهمية الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم، فما هي الخاتمة التي ستكون الحاكمة لأعمالنا التي عملناها في حياتنا كلها؟ الخاتمة المقصودة هي اللحظات الأخيرة من حياتك الدنيوية. لما حياتنا الدنيا؟ لأن الاختبار والأعمال الاختيارية محددة بدار الدنيا فقط، أنت مختار لأفعالك هنا في هذه الدار فقط، فما عملته فيها جوزيت عليه. وأما الدار الأخريتان البرزخ ودار الآخرة، إنما أنت مسير فيهما لا مخير، لذا تجزى بعملك الاختياري الصادر عن محض إرادتك. ومن رحمة الله أن جعل آخر ما تختم به عملك الاختياري هو ما ستجزى به عن كل حياتك. وبهذه الرحمة يفتح الباب لكل مذنب، وكلنا ذلك المذنب، يفتح الباب له أن يرجع فيكفر عن ذنوبه بخواتيم أعماله، يكفر بهذا العمل الصالح كل ما مضى من إسراف وإجرام في حق الله تعالى. إذن هذه حسن الخاتمة. فهل لها أسباب؟ نعم، لحسن الخاتمة أسباب.
أولها إدامة الدعاء، ومن أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل تشهد بأربع، وأمر أن ندعو بها، حتى أن طاووس رحمه الله تعالى وهو من أئمة الإسلام ومن كبار طلاب ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، طاووس كان يجعلها من واجبات الصلاة، يعني من تركها عامدا يبطل صلاته، يرى أن صلاته باطلة. ما هي؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذه عند التحيات، بعدما تنتهي من التحيات والتشهد تقولها، والصلاة الإبراهيمية تقولها: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فمن أبرز فتن الممات هي سوء الخاتمة، كما روي عنه أنه كان يدعو بقوله: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يعني أن يستولي علي الشيطان عند الموت فيصرفني عما ينبغي أن أكون عليه من الخاتمة الحسنة. إذن هذا هو السبب الأول، وهو إدامة الدعاء. من استحضر قصر هذه الحياة وأن الموت يأتي فجأة، فإن لسانه لا يكاد يفتر عن تطلاب حسن الخاتمة بالدعوات بين الأذان والإقامة، في الثلث الآخر من الليل، إذا نزل المطر، في طريق السفر، في عمرة أخذتها، نحو ذلك من مواطن الإجابة المكانية والزمانية، تدمن أن يرزقك الله حسن الخاتمة. ونحسب أن صاحبة هذه القناة التي أنشئت هذه القناة لأجلها، أختنا الداعية الفاضلة الكريمة، التي ما علمنا عنها والله إلا خيرا، وقد علمنا الكثير الكثير من فضلها، نحسبها أنها ممن ختم لها بالصالحات، فكانت مثالا ونموذجا حيا لما نتكلم عنه، ولا نزكي على الله أحدا. وقد ذكر عنها أنها كانت تكثر الدعوات، لا سيما في وقت المطر، وتعرفون ماذا كان من حالها، وماذا كانت تلك النقطة التي أو نقطة التحول التي غيرت حياتها حينما كانت في دعوة دعتها تحت المطر. لذلك الله كريم جل جلاله يقبل دعاء من دعاه، فلما تقتر على نفسك في ذلك؟ السبب الثاني هو الإكثار من الصالحات، وخص منها أعمال السرائر: الذكر، قراءة القرآن وتعلمه والقيام به، الصيام، المتابعة بين الحج والحج وبين العمرة والعمرة، الاعتكاف، طلب العلم، بث طلب العلم بين الناس، تعليم الناس، الإحسان إلى الناس بشتى وسائل الإحسان، بالابتسامة، بالتعامل الحسن، بتحسين الخلق، بإحسان الظن بهم، بإعانتهم على أمورهم. غاية مرادنا من هذا الأمر أن تقبض على عمل صالح. إذا أنت عودت نفسك الإحسان في كل لحظات حياتك، فإنك ستقبض بإذن الله إذا قبضت وأنت في عمل صالح أيا كان ذلك العمل. طيب، وإذا قبضت على عمل صالح، جاء في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أو عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته، يعني قبيل موته، ثم يقبضه على ذلك العمل الصالح. الله أكبر. فأنت بالخيار الآن، ولك الحرية في أن تملأ وقتك بالصالحات الباقيات من الأعمال، تأهبا لزائر سيأتي ولا ندري متى يأتي، فلعله اليوم أو غدا، ولعله بعد ذلك أو قبل، ولعلنا يوم القيامة نحمد. ومن أعظم أعمال الصلاح تحقيق التوحيد، ومن ختم له بشعار التوحيد: لا إله إلا الله، فهو من أهل الجنة بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. وأين لنا بكلمة التوحيد ونحن نقع في أبواب الشرك بهوى أو بجهل؟ فعلى الإنسان أن يتعلم التوحيد، فهو حق الله الأعظم على العبيد، فمن حققه حاز الوعد، ومن فرط به استحق الوعيد. ومن سلب التوحيد ومن سلب التوحيد عند الممات كان يخاف ويخشى العارفون. هذا سفيان رحمه الله تعالى الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث،
فجزع عند موته جزعا شديدا، يعني اكترب كربا شديدا وهو في فراش الموت. فقيل له: أنت سفيان الثوري، وأنت كانوا على يعني قدر من العبادة عالي جدا، وعلى قدر من الإحسان. فإحنا تخشى الموت؟ قال: إنني قال: لذنوبي أخذ من التراب حفنة بيده، ثم قال: لا ذنوبي أهون علي من هذه، يعني في جنب رحمة الله، إحسان الظن بالله أنه سيغفرها إن شاء الله، لكنني أخشى أن أسلب التوحيد. لكنني أخشى أن أسلب التوحيد. طيب، هذا السبب الثاني، إدامة الصالحات والتعود عليها. السبب الثالث بذل المعروف، فقد جاء في الأثر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وعلى رأس تلك المصارع سوء الخاتمة. ابذل الصدقات المالية، ابذل الصدقات البدنية، ساعد إخوانك، قم بحاجات أهلك، قم بحاجات زوجتك، أبنائك، كن خير معين وكاف لهم، ابتسم في وجوه المسلمين، ألق السلام عليهم. صدقات وصدقات وأبواب لا تدفع بها دينارا واحدا، وتكون من أعظم الصدقات لك. فأين المتاجرون؟ هذا هو السبب الثالث. أما السبب الرابع فاجتناب العجب بالعمل. ومن تأمل حديث إن الرجل لا يعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. من تأمل هذا الحديث نفى العجب من قلبه وجاهده. ثم إنه ينبغي لك أن تعلم أن الخير إنما هو من عند الله، والخير الحقيقي هو ما كان في الآخرة خير، وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنني الآن وأنا أعمل هذا العمل الصالح لا أدري أيختم لي بمثل هذه الأعمال الصالحة، أم أنه يكون مثلا استدراجا، نسأل الله العافية، لأنظر في نفسي نظرة معينة أني أنا فوق الناس وأني كذا وأني كذا، ثم يكون مدراجا إلى جهنم والعياذ بالله. فإذا كان كذلك في تلك اللحظة كنت أحق بأن تحتقر نفسك بهذا العمل، لا بأن تعجب بنفسك. واعلم أن الفضل لله على نفسك. ثم إذا نظرت إلى الناس فانظر إليهم أنهم كلهم خير منك. إن رأيت صغيرا قلت هذا لم يعص الله وأنا كبير قد عصيته، فلا شك أنه خير مني. إن رأيت كبيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن كان المقابل لك عالما قلت هذا قد أعطى ما لم أعطي، وبلغ من العلم ما لم أبلغ، وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وأما إن كان أجهل منك قلت هذا إن كان عصى الله فقد عصاه بجهل، وأنا عصيته بعلم، فحجة الله علي آكد، وما أدري بما يختم لي وبما يختم له. هكذا ينبغي أن تكون نظرتنا للناس، لكي لا نحتقر الناس، ولكي لا نضخم أنفسنا ونعظمها فوق ما ينبغي. السبب الخامس اجتناب خيانة الأمانة. اجتناب خيانة الأمانة. هذا أحد القضاة سأله من السابقين، سأله ابنه، فقال له: أأدخل القضاء؟ قال: إن شئت، لكن إن أردت يعني رأيي فاصبر حتى تقبض روحي، ثم انظر هذه العين اليمنى لي، فإن فقئت فلا تدخل القضاء. فراحت الأيام، جاءت يعني المنية لوالده، وفعلا عند فراش الموت نسأل الله العافية فقئت عينه اليمنى. فبحث في أوراق ذلك الوالد، فرأى تلك القصة التي سجلها لابنه من بعده لتكون عبرة له. فقال له: أما والله إن أباك لم يظلم، ولكن مرة من المرات يعني وقع في نفسي ميل لأحد الخصوم مرة واحدة، فغمزت له بعيني اليمنى، فأنا ما زلت أتخوف تلك الغمزة، وأعلم أن الله سينتقم مني بها.
ولعله رأى مثل رؤيا أو نحو ذلك، ونسأل الله يجعلها كفارة له وأن تكون هي حظه من العقاب. لكن الشاهد أن خيانة الأمانة يأخذ الإنسان حقوق الناس، يعتدي عليهم، يأكل أموالهم، ثم يقول أريد خاتمة حسنة. أنى لك، بعيدا عنك بعيدا عنك. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أداء الحقوق، ونسأل الله أن يقضي عنا وأن يوفي عنا حقوق الناس. السبب السادس: استحضار موقف وداع الدنيا. استحضار ذلك الموقف دائما يعطينا القوة على المداومة على العمل الصالح. فالمؤمن لا يغتر بحاله اليوم إن رأى نفسه من أهل الصلاح. لماذا؟ لأنه يعلم أن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كما جاء في الحديث، يقلبه كيف يشاء. فكيف يأمن المؤمن على إيمانه بعد هذا؟ نسأل الله العافية. إذن تستحضر موقف وداع الدنيا ولا تدري ماذا سيكون الوداع، على ماذا سيكون الوداع. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول خلف جنازة: من هذا؟ فالتفت أبو الدرداء، الرجل بيسأل عشان بيلحق الجنازة ويعني بيعرف منهم. فالتفت إليه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قد كان جميل الموعظة وكثير التذكر للآخرة. التفت إليه وقال له: هذا أنت، هذا أنت، فإن كرهت فإنه أنا. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، لمثل هذا الاستحضار الدائم كان أبو الدرداء من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا ودأبا في العبادة وزهادة في الدنيا ورياساتها، حتى أصلح الله له زوجته أم الدرداء، فكان حكيما ينطق بالحكمة، وكانت هي كذلك رضوان الله تعالى عليهما. واقرأوا من أخبارهما وتلذذوا بملحهما، وانظروا كيف كانت حياتهما ذلك البيت الصالح. السبب السابع: اجتناب المعاصي، وخص منها الخلوات. يقال إن المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر يعني مقدمة الكفر، نسأل الله العافية. الأصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة، حتى لو أنها من الصغائر، مجرد الإصرار يقلبها إلى الكبائر. وهذا الإصرار يخشى أن يعاقب صاحبه بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. كثير من المواقف والقصص التي تقال عن أبناء من أبناء المسلمين ماتوا، وعند موتهم أحدهم كان يروي لي هذه القصة، يقول أنه يعني بعد ما اصطدم بحادث وهكذا أخرجناه، وكان صوت المسجل عاليا بالأغاني. يقول فأخرجناه وإذا هو يلفظ أنفاسه الأخيرة. يقول بديت، ومن رحمة الله تعالى أنه كان هذا عنده لعله يذكره، يقول فبدأت أذكره بلا إله إلا الله وأرفع صوتي فينظر إلي هكذا ويردد بيتا من الأغنية اللي مشتغلة في المسجل. يقول حتى فارق الدنيا وهو على ذلك، نسأل الله العافية. قال في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس في الحديث الذي ذكرناه في أول المجلس، فيما يبدو للناس، إشارة إلى أن باطن أمر ذلك الرجل أو ذلك الشخص يكون بخلاف ذلك. يعني عمله الصالح كان صالحا فيما يبدو للناس، بخلاف باطن أمره كان ينافق. وأن خاتمة السوء تكون بسبب الدسائس الباطنة للعبد التي لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء وإما من غير ذلك. فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل بعمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة. والمعاصي أيها الأحباب هي النفاق الأصغر، والخوف كل الخوف أن تمتد مساحة هذا النفاق، تمتد
فتكبر فتتسع حتى تكون في قلبك نفاقا أكبر، وحينها تخرج من الملة والعياذ بالله، وتكون في الدرك الأسفل من النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن الدرك الأسفل من النار هو للمنافقين الخلص، للمنافقين الخلص. طيب، نسأل الله العافية من النفاق. السبب الثامن حسن الظن بالله جل جلاله. في خاتمة الأسباب لابد أن تتعلم سببا هو من أهم تلك الأسباب، ألا وهو حسن الظن بالله. فالله أيها الأحباب رحيم بالمؤمنين رحمة لو اجتمعت لها رحمات الأمهات لما قامت لجزء من آلاف الأجزاء منها. فلتدرك بهذا أنه لما وفقك للتدين بهذا الدين وعلمك من العلم ما ينفعك أنه لن يضلك ما استقمت على دينه، وأدمت التوبة من التقصير والزلل، وسعيت في حبه. والله أوفى الأوفياء، والله أوفى الأوفياء سبحانه. فأبشر بمن يجازيك خيرا ما دمت حريصا على ما يحب وتحب ما يحبه. يقول أحدهم: حضرت إنسانا يحتضر في حادث سيارة، حملناه معنا وقمنا بالاتصال بالمستشفى. وجدناه شابا في مقتبل العمر صاحب دين وتقوى، يبدو ذلك من مظهره. قمنا بإسعافه وحملناه، وإذا بنا نسمعه يهمهم لا نفقه ما يقول. أرخينا مسامعنا فوجدناه يقرأ القرآن بصوت ندي كأنه ليس مصابا. استمر في قراءته، رفع إصبعه السبابة يتشهد، سكت الصوت بعد ذلك ليختمها بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنزل المتوفى، وكان المتحدث أخوه. قال عنه: ماذا يفعل أخوكم؟ أخبرونا عن حياته. فقال: إنه يذهب كل يوم اثنين لزيارة جدته وهي وحيدة في القرية، وكان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين. كانت القرية تعرفه، فهو يحضر لهم الكتب النافعة والأشرطة الدينية. كان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر والأرزاق لتوزيعها على المحتاجين، حتى حلوى الأطفال لم يكن ينساها. كان يرد على من يثنيه عن فعل الخير ويقول: إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة والمحاضرات، لذلك لا ضير أن حسنت خاتمته. في المقابل نسأل الله العافية، يحكي لنا ابن القيم رحمه الله تعالى عن أحد التجار أن أحد قرابته احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنونه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، وهذا مشترى جيد، وهذا مشترى ليس بجيد، اتركوه اتركوه، حتى قضى نحبه وهو يتمتم بهذه الكلمات، نسأل الله العافية. في الجملة فالخواتيم أيها الأحباب هي ميراث السوابق. الخواتيم ميراث السوابق، فما أشغلت به أوقاتك اليوم هو ما ستوافي به ربك غدا، وليس الله بظلام للعبيد. التفت لنفسك، تفقد برنامج يومك، انظر فيما تنفق ساعاتك الآنية، واستدرك قبل الفوات، وتسبب في تحسين الوداع عند الممات. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا سيختم لنا؟ بماذا سيختم لنا؟ هذا هو سؤال المتيقظين الفطنين العالمين بما يسيرون فيه اليوم، وما يسيرون إليه غدا، وما سيصلون إليه يوما من الأيام. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وعفوه وعافيته أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأحبابنا والمسلمين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقض عنا ووفي حقوق الناس منا. نسألك يا الله أن ترحمنا برحمتك، وأن تحسن وفادتنا إليك. اللهم أحسن وفادتنا إليك، وأحسن خاتمتنا، واقبضنا على ما تحبه من الأعمال يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.